خليني أبدأ معاك بحاجة غريبة شوية. عمرك شفت قطة فجأة جريت واستخبت تحت الكنبة، أو كلب فجأة بدأ يعوي ويبص في السقف وتستغرب إيه اللي حصل؟ بس بعدها بساعتين مثلا تلاقي الناس على السوشيال ميديا بيكتبوا حد حس بالزلزال. ساعتها بتفتكر إن الحيوان كان حاسس بحاجة، بس أنت ولا حسيت بحاجة خالص. طيب هل ده صدفة ولا في سر حقيقي ورا إحساس الحيوانات ده؟ والأغرب من كده، زلزال حصل امبارح في جزيرة كريت باليونان وقوته ما كانتش قليلة، ورغم إن مصر بعيدة إلا إن ناس في القاهرة والسويس واسكندرية حسوا بيه وبوضوح كمان. أهلا بيكم ويلا بينا نعرف ليه الحيوانات بتحس بالزلازل قبل الإنسان. الساعة كانت حوالي 1:30 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، وفجأة مواقع الزلازل العالمية أعلنت عن زلزال قوته 5.7 ريختر، أو ممكن أكتر شوية، حصل في البحر تحديدا جنب جزيرة كريت في جنوب اليونان. الزلزال ده كان في قاع البحر المتوسط وعمقه حوالي 60 كيلو متر، يعني مش سطحي قوي لكنه مش عميق جدا برضه. والغريب بقى إن ناس كتير في مناطق متفرقة من مصر زي القاهرة الجديدة والمعادي وحتى السويس والشرقية قالوا انهم حسوا بهزات وكأن الارض بتهتز تحت رجليهم. بس ممكن نقول طبيعي شوية علشان الزلزال اقوى من زلزال 92، بس على بال ما وصل لنا الاثر بتاعه كان خف شوية بفضل ربنا. طب ده ليه؟ لان موجات الزلازل لما بتنتقل تحت الارض بتمشي بسرعات مهولة، ممكن توصل لاكتر من 6 كيلو متر في الثانية، ولو الارض اللي تحتك فيها رمل او تربة مش متماسكة بتوصل الهزة بشكل اوضح. كمان في مصر في مناطق بتكون قريبة جيولوجيا من صدوع نشطة، فحتى لو الزلزال حصل بعيد الموجات بتوصل من خلال الطبقات الأرضية المتصلة. يعني الزلزال حصل بعيد لكن الأرض كلها شبكة متصلة والهزات بتسافر أسرع مما تتخيل. هل فعلا الحيوانات بتحس بالزلازل قبل الانسان؟ الموضوع مش خرافه زي ما ناس بتفتكر. في الاف القصص الموثقه من ناس عاديين وعلماء كمان بتقول ان الحيوانات بتبدا تتصرف تصرفات غير معتاده قبل اي هزه ارضيه. يعني عندك مثلا ممكن تلاقي كلب بيعوي من غير سبب، او قطط بتستخبى في اماكن مش بتقعد فيها، او عصافير تطير فجاه من فوق الاسلاك، وحتى الفراخ بتدخل جوه العشش بسرعه، وكمان الخيول بتتوتر وتتحرك بعصبيه. المشترك في كل القصص دي ان كل ده بيحصل قبل ما الاجهزه ترصد الزلزال او قبل ما الانسان يحس بيه اصلا. يعني الحيوانات دي فيها حس داخلي او رادار طبيعي بيديهم انذار مبكر. وفي بلاد زي اليابان والصين بداوا يراقبوا التصرفات دي كويس جدا، لانها ساعات بتكون فعلا اوضح من اجهزه الرصد. الإنسان بيسمع في نطاق معين من الترددات من 20 لحد 20 ألف هرتز، لكن في موجات اسمها انفرا ساوند ودي تردداتها أقل من 20 هرتز، يعني إحنا ما بنسمعهاش خالص. طب والحيوانات؟ الموضوع مختلف تماما. الفيلة مثلا بتقدر تسمع الترددات المنخفضة جدا وبتستخدمها في التواصل لمسافات طويلة، والكلاب بتسمع ترددات تحت وفوق سمع الإنسان، وده بيخليها تحس بأي اهتزاز أو صوت غير مسموع لينا. يعني لما بيحصل ضغط تحت الأرض أو يحصل احتكاك بين صفائح أرضية بيتولد نوع من الصوت المنخفض جدا، بس الحيوانات بتلقطه فورا وإحنا قاعدين ولا حسينا بأي حاجة. في حيوانات بتستخدم جسمها كجهاز استشعار. الفيلة مثلا رجليها فيها مستقبلات دقيقة جدا بتحس بأي اهتزاز بسيط في الأرض حتى لو جاي من عشرات الكيلومترات. والتعابين كمان بتحس بالاهتزازات عن طريق بطنها وبتعرف تحدد اتجاه الخطر. ده غير ان جلد الحيوانات فيه أعصاب حساسة جدا للتغيرات في الضغط أو الرطوبة، وده بيديهم تحذير ان في حاجة غلط بتحصل حوالين المكان، وكأن جسمهم كله مستشعر طبيعي. طب تعالوا واحدة واحدة كده نعرف ايه اللي بيحصل قبل الزلازل. قبل الزلازل بتحصل تغيرات في المجال الكهرومغناطيسي حوالين الارض. العلماء لسه بيبحثوا عن السبب، لكن المعروف ان ده بيأثر على بعض الحيوانات خصوصا الكلاب والقطط والطيور. وفي اجهزة في جسم الحيوانات بتحس بالتغير ده وبيخليهم يتوتروا او يغيروا مكانهم فجأة. الطيور مثلا ممكن تطير فجأة من فوق عمود كهرباء او شجرة وتطير بعيد لمجرد انها حست ان المجال حوالين المكان بقى غريب. يعني مش شرط الارض تتهز الاول، ممكن الحيوانات تحس بالتغيير الكهرومغناطيسي قبل اي حاجة تانية.
في حاجات احنا كبشر مش بنفكر فيها اصلا، لكن الحيوانات بتعتمد عليها، زي مثلا حاسة الشم. الشم، في دراسات بتقول ان الحيوانات بتشم غازات معينة بتطلع من الارض قبل الزلازل، زي الاوزون او الميثان، وده بيخليهم يتصرفوا بغرابة. او مثلا احساسهم بالضغط الجوي اللي ممكن يتغير قبل الزلزال او تسونامي، وده بيخليهم يتحركوا او يستخبوا فجأة. يعني ممكن تبقى كلاب ماشية في الشارع وتقف فجأة وتبدأ تعوي، مش علشان شافوا عفريت، لكن علشان حسوا بحاجة احنا مش هنفهمها بسهولة. مش بس الحيوانات اللي عايشة على الأرض اللي بتحس، لا، الحيوانات البحرية كمان، يعني الأسماك، الحيتان، الدلافين، السلاحف البحرية، كل دول بيتصرفوا تصرفات غريبة قبل الزلازل اللي بتحصل تحت البحر. وفي صيادين قالوا إن في يوم الزلزال البحر كان فاضي والسمك مش موجود أو بعيد عن الشاطئ بطريقة غريبة، والدلافين بتسيب أماكنها وتروح لأماكن أبعد كأنها عارفة إن في حاجة جاية. وده حصل قبل تسونامي المحيط الهندي سنة 2004، لما الأسماك والدلافين اختفوا من السواحل تماما قبل الكارثة. طب هل العلماء بيحاولوا يتعلموا من الحيوانات؟ أكيد، في مشاريع بحثية كتير في اليابان والصين وروسيا وحتى أمريكا بتحاول تراقب تصرفات الحيوانات كوسيلة إنذار مبكر. يعني لو لقوا سلوك غريب متكرر من كائنات كتير في أكتر من منطقة، بيبدأوا يحققوا في وجود احتمال لزلازل. لكن لسه مفيش نظام ثابت أو موحد، لأن سلوك الحيوان ممكن يتغير لأسباب تانية زي الخوف، الصوت العالي، أو تغيير الجو. بس الفكرة إن الحيوانات مش بتكذب، يعني لو كل الكلاب بتعوي وكل القطط بتجري، لازم نسأل هو في ايه؟ في تجربة اتعملت في مزرعة في إيطاليا، كانوا بيراقبوا تصرفات الأبقار والدجاج قبل الزلازل، ولقوا إن الحيوانات دي بتتصرف بشكل مختلف في كل مرة بيحصل فيها هزة. وبرضه في زلزال الصين سنة 1975 الضفادع كانت بتخرج من المية بأعداد ضخمة قبل الزلزال، والناس خدت ده كتحذير فعلي، وفعلا المدينة اتجهزت. يعني مش مجرد قصص، لكن وقائع علمية موثقة خلت دول كاملة تغير طريقة تفكيرها. هل ده معناه إن الحيوانات بتتوقع الكوارث؟ مش بالمعنى الحرفي، لكن الحيوانات عندها حواس بتخليها تحس بالخطر قبل ما يوصل للإنسان. يعني بدل ما نقول الحيوانات بتتنبأ، ممكن نقول الحيوانات بتحس بمتغيرات دقيقة إحنا ما نقدرش نلاحظها. ولو بدأنا نربط بين تصرفاتهم وحوادث الزلازل اللي حصلت، هنلاقي نمط واضح. يمكن في المستقبل نعمل تطبيق يربط بين سلوك الحيوانات وتحذيرات مبكرة، بس لحد ما نوصل للمرحلة دي خلينا نتابعهم ونفهمهم أكتر. اللي حصل امبارح كان جرس انذار، مش بس من الطبيعة لكن من الحيوانات كمان. كل يوم بنتأكد ان الحيوانات مش بس كائنات عايشة معانا، دي كائنات عندها قدرة على رصد الخطر بطريقة احنا لسه ما فهمناهاش. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدور عليها ومش لاقيينها، علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.